أبو الهول تمثال أسطوري يعد من أعظم رموز مصر القديمة، ويقع في هضبة الجيزة أمام أهرامات الملوك، نحت من صخرة واحدة ضخمة من الحجر الجيري، ويجمع بين جسد أسد قوي ورأس ملك ليجسد فكرة الحماية والقوة والحكمة في آن واحد. يمثل جسد الأسد الشجاعة والثبات، بينما يرمز الرأس الملكي إلى السلطة والمعرفة، ولذلك اعتبر أبو الهول حارس الهضبة وحامي المقابر الملكية. يرجح الباحثون أن وجه أبو الهول يجسد ملامح الملك خفرع الذي حكم في الأسرة الرابعة، وأن التمثال أبدع في عصره ليكون رمزاً لهيبة حكمه. يبلغ طول أبو الهول أكثر من 70 متراً، وارتفاعه نحو 20 متراً، ما يجعله واحداً من أكبر التماثيل المنحوتة في العالم. وعلى الرغم من تآكل أجزاء منه عبر الزمن مثل الأنف واللحية، فإن ملامحه الأساسية ما زالت صامدة، تعبر عن دقة الفن المصري وقوة صناعته. ظل أبو الهول رمزاً للأسرار والأسئلة الغامضة، وتكونت حوله أساطير كثيرة، منها أن تحت قدميه ممرات خفية أو حجرات سرية. كان المصريون القدماء يربطونه بالشمس، ويرون أنه يتبع الإله رع في مساره اليومي، ولهذا بني معبد صغير أمامه لأداء الطقوس المخصصة له. اليوم يقف أبو الهول شاهداً على براعة المصريين القدماء وقدرتهم على النحت والتحكم في الحجر بدقة مذهلة، ورغم آلاف السنين ما زال يثير الدهشة والإعجاب، ويحمل هيبته كرمز للقوة والحكمة والغموض الذي يحيط بحضارة لا تزال تبهر العالم.